هلا حبايبي، السلام عليكم. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير وصحة وعافية وانتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، يوم جديد، روتين جديد. طبعا فيديو اليوم طبعا هو كلش بسيط. فهيك يعني سويت غدا وحبيت شوية أصور لكم روتيني. فأني كنت صراحة حايرة شنو أسوي غدا، اجت ببالي هيجي، حتى والله مسواق ما كان عندي، فهيجي عندي كم شحمة بالثلاجة وعندي شو اسمها حمص مسلوق. فقلت خليني اسوي هيجي غدا على الماشي، يعني غدا على قد الايد ونتغدى. فهنا طبعا حبايبي مثل ما تشوفون عندي الشحمة خليتها، وخليت البصلة فوقاها، وخليت البوتيتاية وحدة، وبعدها راح اخلي فوقها الحمص. عندي حمص مسلوق طلعته من الثلاجة، واسوي لي غدا على الماشي. وسهمنا وسهمكم العافية. طبعا حبايبي اني كمبتدئة على هذا اليوتيوب او شي، يمكن يعني تصوير مرات مو واضح او هيجي اشياء، يعني ما اعرف شو اقول، انما يعني كل شي على قد الايد. طبعا حبيباتي لا تنسيني من اللايك بنات. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك، واللي يحب يتابعني على الانستغرام راح اخلي الرابط مال حسابي مال الانستغرام بصندوق الوصف. اللي يحب يتابعني اهلا وسهلا بيه. اني ان شاء الله احاول كل بين يوم كل يومين ان شاء الله راح احاول انزل فيديو، يعني حتى لو فيديو بسيط، بس ان شاء الله راح انزل فيديوهات. اللي يحب يتابعني اهلا وسهلا بيه. طبعا انا هنا عندي سويت المرقة وخليتها اول شي على صفحة. نقعت تمن، يعني غسلت تمن وخليته. فقلت خليني هيك اسوي تمن، يعني مثل البرياني، مو برياني انما مثل البرياني، لانه ما راح اخلي عليه لا لحم ولا دجاج ولا شي، بس بوتيتو وجزر وفستق وشعرية، يعني تمن على الماشي، بس خليه هيك شوية بطعمه غير. أنا هنا طبعا لأنه التمن راح أسوي أصفر، فقلت خليني أسوي الشعرية بوحد، لأنه راح أخلي لها ماجي على مود يعني تظل لونها يظل، لأنه إذا خليتها ويا التمن راح يصير اللون مالتها أصفر، فسويتها بوحد. بس هيك حمصها شوية، خليها تشقر وخلي لها الماجي، بس ما خلي لها ملح، بس ماجي ومي شوية هي تستوي. بعدها قليت البتيتة والجزر والفستق طبعا، وسويت التمن وخليته سوا كله، خبطته. بصراحة بنات اني يعني ما اعرف يعني شنو اصور، يعني شنو، ما يعني مو مخلصة افكار، انما اللي عندها فكرة حلوة مثلا تقدر تكتب لي بتعليق مثلا صوري هيجي، عندها فكرة شي
يعني تحكي لي عن روتينها الصبح أول شي مثلا شنو تسوي، بعدين شنو تسوي، بيش الساعة تقعدين من النوم. طبعا أني يعني قبل كنت أقعد متأخرة لأنه دوام ابني مال المدرسة كان ظهري. هسه صار لهم فترة سووا صبحي، يعني أقعد ب8 وبعد ما أنام، لأن هو الواحد من يقعد ب8 بعد ما يقدر ينام، وشغلات البيت والجهال والريوق وكل شي يريد، فواحد ما ينام أحسن يعني. وعندي شغلة أشتغل على الفيديوهات هاي، مرات أصور من عندي مجال. يعني ابني لازم ب9 أوديه للمدرسة، يعني ب9 يبدي الدرس، لازم أنا أوديه وأني أرجع الظهر، فما أنام يعني. يعني قبل كنت أتأخر يلا اقعد، هسه لا صرت أقعد من وقت يعني. والله هو أحسن يعني الواحد يقعد من وقت أحسن شوية، يفتهم شي من نهاره، يعرف يرتب أموره، يسوي شغلاته، يسوي شو اسمها غدا، يعني شوية يسيطر على الوقت. بس من يقعد متأخر، يعني أنا قبل كنت أقعد متأخرة ما لحق والله أسوي شي، يعني أنخبص كل النهار أظل مخبوصة. والنوب الجهال، يعني الجهال يعني كلش والله كلش يتعبون. طبعا هنا ما أعرف أني اليوم وش جاني، سويت الأكل كله أصفر ومسواق ما كان عندي، كنت مشتهية طماطة يعني زلاطة خيار وطماطة على هاي الأكلة، بس ما كان عندي مسواق. أنتظر السبت، نهار السبت بس يجي نروح إن شاء الله على السوق. يعني هنا لأنه هو مو دائما موجود سوق، كل يعني الأيام يوم مثلا سوق السبت موجود، سوق الأحد، سوق الثلاثاء، وسوق الأربعاء. الخميس مثلا ما موجود سوق، موجود إنما كلش بعيد يعني والجمعة ما موجود. السبت يعني وهم أكو منهن والله يعني بعيد. والماركتات دائما واحد من يشتري من عندهن يعني الشي مالت الماركت مو تازة، يعني كله ما أعرف ما أدري شلونه. السوق يجيبوه تازة وشي طيب يعني. فواحد مني يخلص مسواق ينتظر لما يجي يوم السوق حتى يروح للسوق، فعادي نمشيها بدون مسواق مرات، يعني مو إلا كل شي موجود. وهاي طبعا هنا مثل ما تشوفون أنا كملت هاي التمن، يعني مو برياني، نقول نص برياني، لأن هو مو دائما برياني. أنا ما خليت له لحم، ما خليت له لا كشمش ولا شي، يعني هالموجود خليته. وهنا عندي المرقة هماتين الحمد لله استوت. وبعدها عاد نجي طبعا ندير الغداء. أنا على هذا الغداء والله كنت مشتهية الزلاطة بس ماكو، بس عادي واحد مرة الأخرى إن شاء الله نتسوق ونجيب. وهنا طبعا مثل ما تشوفون خليت الغداء ورحنا وتغدينا وسهمنا وسهمكم العافية. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. اللي عنده تعليق حلو يكتب لي إياه، واللي عجب الفيديو يخلي لي لايك عليه، واللي مو مشترك بقناتي ويحب يشترك همين ألف رحمة على والديه يشترك. طبعا أنا هنا خلصت كل شي، فراح نبدأ نتغدى. هاي افرشها على مود الجهل ما يطشرون بالقاع، التمن يطشرونه، وخلي لنا الصوبة الكهربائية يمنا، لأن الجو ما شاء الله انقلب، صارت باردة ثلج، يعني ثلج يمنا والله ثلج صار. وهنا بلشنا طبعا نتغدى. ارجع اقول لكم سهمنا وسهمكم العافية. وهاي غدا على قد الايد، يعني غدا على الماشي. وهنا حبايبي طبعا احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم، اتمنى ان شاء الله تحطوا لي لايك
وإذا ما مشتركين بقناتي تشتركون، وأشوفكم إن شاء الله بخير، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. مع الأيام نتطور قلت لكم إن شاء الله. ومع ألف ألف سلامة. باي حبايبي.